طبق النهاردة سهل جدا وسريع ومفيد جدا جدا كمان وصحي، وهيبقى شيك جدا معاكي في العزومات بتاعتك او في رمضان. هيشرفك جدا قدام ضيوفك. تعالوا نشوف هنعمل النهاردة طاجن اللحم التركي ازاي بالموزة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو اول مرة تتابعيني انا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو. لايك وشير للفيديو بقى لو عجبك، والاشتراك الجميل في قناتي بجد هتنوريني. وتعالوا نشوف هنعمل الطاجن الجميل ده ازاي، ويا ريت نسمع الفيديو للاخر هنستفاد قوي. اول حاجة هنجيب الخضار بتاعنا، اي بقى خضار عندك في التلاجة. انا جبت بتنجانة وجبت بطاطستين وجبت يعني حوالي بالظبط 3 بصلات كبار، وقطعتهم كده الشرايح اللي انتوا شايفينها العريضة ديت. مش هتفرق بقى عريضة او رفيعة، كده كده هي هتدوب وهتدبل خالص في الطاجن. وجبت برضو طماطمتين قطعتهم مكعبات صغيرة قوي، وقرنين فلفل اخضر كده قطعته برضو قطع. حاولت ان انا اكبرها اخليها زي المكعبات اللي انا عاملاها كده بالظبط. وبدأت ان انا اتبلهم بقى شوية، حطيت عليهم شوية ملح صغيرين، حطيت عليهم شوية فلفل اسود وكمون. بدأت ان انا اقلبهم، وحطيت برضو عليهم قرن شطة سبايسي كده علشان ايه، اعلي التيست شوية كده واخليه طاجن حراق وجميل. بدأت ان انا اقلبهم بقى واسيبهم شوية لحد ما نبدأ نجهز الطواجن. انا جبت طاجنين هما كانوا صغيرين مش كبار، واحد يعني كبير شوية والتاني وسط. بدأت ان انا بقى بعد ما تبلت الخضار بدأت ان انا احطه كده في الطواجن. هبدأ بقى ارصه كده على على الطاجنين، وهبدأ بقى ايه ان انا اسويهم. واجيب بقى اللحمة اللي هي الموزة بتاعتي. انا جايباها طبعا، الموزة دي بتبقى طعمها حلو قوي وطبعا ما بتاخدش سوا كتير. فانا ما حبيتش ان انا اشوحها الاول او كده، لا انا حطيتها على طول في الطاجن. طالما انت متأكدة ان اللحمة بتاعتك مش هتاخد سوا كتير او بتستوي بسرعة، فابدأي حطيها على طول في الطاجن كده، انها بقى تنزل كل السوائل بتاعتها مع السوائل بتاعة البصل والخضار مع السمنة اللي انا حطاها بقى. هتدي طعم هايل وهتساوي نفسها بنفسها من غير ما تحطي اي مية خالص. وصراحة الطاجن ما خدش مني غير ساعتين في الميكرويف. لو فرن طبعا غاز هياخد اقل من كده، بس ده عشان كهربائي فخد ساعتين بالظبط في الفرن الكهربائي. تمام، حطيت اللحمة وبدأت ان انا احط شوية البهارات بقى بتاعتي واظبط الملح كده بتاع اللحمة. حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت كمون وحطيت بهارات لحمة. وهبدأ ان انا بقى اجيب ورق زبدة، انا كرمشت الورق الزبدة كده وهبدأ ان انا اقفل بيه الطاجن. انا ليه كرمشته؟ لان انا عايزاه يتقفل كأنه غلاف، لان انا مش هغطيه بحاجة غير الغلاف ده بس. وهبدأ احط بقى عليه لما ينزل كده ميته وفي الفرن هبدأ واللحمة تقل كده، هبدأ ان انا اغطيهم بالغطا الفخاري. مش حابة ان انا احط الورق الفويل، انا بفضل ورق الزبدة احسن، عشان كده انا كرمشته. لو ما كرمشتهوش مش هيتقفل معاكي بالشكل ده، هيغلبك يعني. فانتي لما تكرمشيه كده هيتقفل معاكي بكل سهولة. وهبدأ بقى طبعا زي ما قلتلكوا لما اللحمة تنزل كل المية اللي فيها وتبدأ حجمها تقل، هبدأ ان انا اغطيها بالغطا بتاعها، وبرضو يكون عليها الورق الزبدة عشان تستوي بسرعة. هبدأ ادخلها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة. انا عاملة عندي درجة الحرارة اعلى حاجة 250. هبدأ احطهم في الرف اللي تحت، واولع من فوق بقى، اشغل من فوق ومن تحت، واسيبها بقى براحتها خالص. انا خدت معايا في فرن الكهربائي ساعتين بالظبط. ممكن تبقى معاكي اقل من كده او اعلى اكتر من كده على حسب درجة حرارة الفرن. ساعتها بقى على يعني خلاص هي قربت تستوي، هبدأ ان انا اعمل العجينة. العجينة عبارة عن عجينة الفطيرة العادية. دي كوباية دقيق، حطيت عليها معلقة كبيرة زيت، وحطيت رشة ملح صغيرة. وبدأت ان انا انزل برضو المية سقسقة كده لحد اما ايه اشوف انا عايزة مية قد ايه، وخلاص واستكفيت الحمد لله يعني بحوالي ربع كوباية مية. بدأت ان انا ادهن وشها كده زيت واسيبها ترتاح شوية لحد اما الطاجن بتاعي خلاص يطلع من الفرن. هبدأ ان انا بقى ايه، اغطي العجينة على وش الطاجن وادخلها الفرن تاني. كده انا بفرد معاكم العجينة. هفردها كده بشوية دقيق صغيرين. وبعد كده مش عايزة ان انا اخليها تخينة قوي ولا رقيقة قوي، اللي هو الوسط برضو. انا كده فردتها زي ما انا عايزة على قد الطاجن بتاعي. طبعا هما كانوا طاجنين، بس لما اللحمة قلت بدأت ان انا افضيهم في طاجن واحد، عشان خاطر يعني كل الكميات دي سبحان الله كل الكمية دي دخلت في طاجن واحد.
طبيعي لمّا بيستوي كل ده بيقل. طبعًا هو كده خلاص استوى معانا تمامًا وشايفين أنا شايلاه بيغلي على آخره أهوّة، هابدأ بقى إن أنا أفرد عليه العجينة وأقفّل كويس وأشيل بقى كل الزيادات كده بالسكينة أو بالشوكة اللي معايا. أنا كان معايا شوكة في إيدي فبدأت إن أنا أقطّع بيها. طبعًا هي العجينة لمّا فردتها على الطاجن بقت رقيّقة شوية بس ده المطلوب يعني. عايزة تطخّنيها أكتر من كده براحتك، ما تفرديهاش أوي. فأنا شايفة إن ده يعني السُمك الحلو ليها جدًا. بدأت إن أنا أقطّعها وأشيل الزيادات، وبدأت بقى إن أنا أجيب صفار بيضة عليهم معلقة سمنة صغيّرة، وبدأت إن أنا أقلّبهم مع بعض عشان أدهن الوش عشان يدّينا الشكل اللون الجميل الدهبي. وبعد ما دهنته هادخّله الفرن على الرف الأولاني طبعًا من فوق، وهاطفي من تحت لإن هي خلاص تمامًا استوت يعني خلاص. وهابدأ إن أنا أقلّبها كده وأفضل متابعاها لحد أمّا تاخد الوش الدهبي الجميل من فوق. تبقى كده خلاص استوت معانا تمامًا، وبقى معانا طاجن لحم فظيع صراحة يعني جميل جدًا، جدًا. دهنت وشه بشوية حبة بركة أو يعني ضِفت كده أي زينة كده حلوة خفيفة، حبة البركة أو سمسم المتاح عندِك، وندخّلها بقى الفرن. طبعًا هي طالعة قابة خالص، هي عشان الكاميرا جاية من فوق مش ظاهرة القابة دي، بس هتبان لمّا أفتح الطاجن. طالع سخن مولّع بقى ما شاء الله. أنا شايفة إن هو كده تسويته حلوة جدًا ولونه حلو جدًا. لو كنت سِبته أكتر من كده كان هينشف أوي وكان طبعًا هيتحرق من الوش من فوق. فبدأت إن أنا أطلّعه بقى بالشكل ده، ما شاء الله جميل جدًا والطعم خرافة. وده الشكل النهائي للطاجن بتاعنا. طاجن اللحم التركي بالموزة، ما شاء الله، يعني حاجة كده جميلة أوي. تسلم الأيادي بجد يعني. أتمنى الفيديو يكون عجبكم ولايك وشير للفيديو لو عجبك وبألف هنا